سادس خطيب معانا وده ابن بلد جدا، هتلاقيه مصاحب اخواتك جدا في اول اسبوع في الخطوبه، ومش بعيد يدخل معاهم في مشاريع كمان. لو عندكم حاله وفاه في العيله بعيد الشر، هيخلص هو اجراءات الدفن ويشيل النعش، وهو اللي هيصلي بالناس في صلاه الجنازه، ولو جدع قوي ممكن يندفن مكان قريبكم عادي. سابع خطيب معانا دمه خفيف بس قليل الادب سيكا، والسيكا دي يعني شويه بيكون بيتكلم معاك وبيرمي افات مش محترمه بس بتضحك، وانت بتتكلمي معاه بيكون مركز في اماكن تانية غير عينيكي. من خطيب معانا مش بخيل بس حريص جدا، عملي جدا ودايما بينظر للامام، كل كلامه معاك هيكون عن العمل والمشاريع. تاسع خطيب معانا ده الخطيب الرومانسي جدا، بيعبر عن حبه بالسيريوهات واتساب متاخده من افلام هندي، فيها ناس بيحضنوا بعض متركب عليها اغنيه لتامر عاشور او سامو زين. لو داخله الحمام هيقول لك خلي بالك من نفسك وطمنيني عليكي اول ما تخلصي. حياتك معاها هتبقى مليانه ورد ودباديب دباديب دباديب دباديب، لدرجه انك هتموتي مدفونه تحت اطنان من القطن.